السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم مشاهدي الكرام، وجمعة مباركة علينا وعليكم بالخير والتيسير والرحمة ديال ربي سبحانه، وهاد الأمطار الخير اللي طاحت عندنا في جميع البقاع في مدينة فاس وفي جميع البقاع. تبارك الله ما شاء الله، ربي برد علينا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. كنشارك معكم اليوم غندير واحد بلاطو ديال الحوت في الفران. هنا درت البصله، قطعت البصله هي الاولى، ودرت خيزو يعني زروديه، درت خيزو زروديه هي سمحوا لي، درت زروديه درت خيزو، درت زروديه درت البصله، وقطعت فوق منهم بطاطا دواور رقيقه، وقطعت الفلفله، ودرت واحد الحبه مطيشه، وصافي مطيشه هذه خليتها حتى نديرها من الفوق، ودرت الربيع، وحاطه الحوت ديالي هنايا غادي نستو تنشعل الفران. راه مشرمل لاصوص ديالو، كاين السردين، وهذه واحد الحبه الشرين غير وحده، وهذه كبايله صغيره. ايوا هذا هو الغدا ديال اختكم خديجه، وغادي نشارك معكم الخبيز ديالي. راني عجنت شويه ديال الطحين ديال الزرع، وغادي نشارك معكم هذا الفيديو. وتبارك الله عليكم، وكنقول لكم مره اخرى جمعه مباركه. ودابا نشارك معكم الخبز ديالي. ها هي عجنتها، تبارك الله. هذه فيها الملح وهذه مسوسه، هذه كنديرها راسي مسوسه، ما كنديرش الملح، كندير الملح في الطياب وكنقص الملح على حسب الطونسيون. وهذه درتها مسوسه تبارك الله، راه غير ديال الزرع بوحدو، وهي تبارك الله خمرت. دابا غادي نقرصها ان شاء الله ونطلقها. تبارك الله عليك. هذه هي الخبيز ديالي، هاني قرصتها وغادي نغطيها ونخليها تخمر على ما يطيب لي الحوت ديالي اللي دايره في الفران. وان شاء الله يا ربي وعاد غادي نشاركها معكم كيفاش جات الخبيز وكيفاش جا الطاجين ديال الحوت. تبارك الله عليكم. هي الخبيز ديالي خمرات. دابا منين جبت الحوت غادي ندير الخبز طيب ان شاء الله يا ربي. ودابا استفتح هنا الحوت، ها هو السردين، وهذه هنا كبيله صغيره ولكن تبارك الله زوينه، كتعجبني انايا هكا في الطاجين. وهنا درت واحد حبه الشرن منقياها، كنقي انا الشرن كنحيد له الجلده ديالو، لا في القليان ولا في، درت غير وحده لحقاش البارح قليته، وهذا اللي غندير في الفران خليته هكا. وهنايا درت القزبر والثومه، التحميره، شويه ديال السودانيه والكمون، شويه ديال الملح والبزار، وغادي نديرهم من الفوق. والزيت نسيت نقول لكم الزيت صافي. وكنبدا نخلي من الفوق هكا باش كلشي كيدخل كاع في العطريه كامله. العطريه كامله كتدخل في الخضره. صافي بقى هاد شويه غادي نخليه حتى يبقى ينشف وغنزيدو. دابا غادي ندير كيس الماء باش طيب لي الخضره. هانتوما غير كيس صغيور ديال اتاي، نخوي شويه هكا شويه هكا، ما كنخويش على الحوت مع الطرف، وشويه هنا صافي. هذا هو اللي غادي يطيب، هذا هو اللي غيطيب فيه الحوت. ودابا غنغطيه بواحد، ندير فيه عليه واحد اللاطه اخرى قدو غنغطيه بها باش ما كيتحرق، نديرو من الفوق يطيب على خاطرو، عاد نهبطو شويه لتحت ونحيدو. تبارك الله عليكم، تابعوا معايا الفيديو. دابا غطيت عليه، هانتوما
غطيت عليه بهاد اللاطه ونديرو في الفران من الفوق دائما باش ما ينشفش الحوت وما يتحرقش. خصكم تغطيو عليه بواحد اللاطه قدها اللي تغطي كلشي. هانتوما تابعوا. ايوا منين طاب الحوت ديالي ها هو جا غزال. مشاهدكم فيه المشاهدين الكرام، هذا هو الطاجين ديال الحوت. اللي شاركت معكم وكنتمنى يعجبكم، ومازال غنشارك معكم الخبيز ان شاء الله، غنعاد كنطيبها. ايوا دابا طيبت الخبيز ديالي، ها هي تبارك الله جات غزاله ما شاء الله. الخبز ديال الصراحه ما فيهاش كاع الطحين ديال الفورس ولا فينو ولا ما فيهاش كاع، فيها غير طحين الزرع. درت 4 الخبيزات ودرت 2 مسوسين. هذه كانت غتحرق ليا، وهذه شدت فيها عافيه، شدت فيها الفران. ايوا تبارك الله عليكم المشاهدين، وكنتمنى تكونوا على خير وبخير، وكنشكركم كاملين اللي كيدخل عندي، والله يجازيكم بالخير وتبارك الله عليكم. وهذا هو الفيديو ديالي كنشاركو معكم، يمكن يوصلكم حتى العشيه ولا حتى الليل، داكشي على حسب فوقاش ما ولدي صيفطولي، لحقاش كنصايبو كنعطيه لولدي كيصيفطو ليا هو، لحقاش هو عنده الكونيكسيون في التليفون. ايوا تبارك الله عليكم، كيطلق من تليفون لتليفون، يعني من التليفون ديالو كيطلق للتليفون ديالي الويفي وكيصيفطو ليا وكيولي يقطع ليا. ايوا تبارك الله عليكم المشاهدين الكرام، الله يستركم.